خطوات مهمة جدًا، جدًا لازم تعملها عند تغيير العلف، وللأسف بتعدّي على 90% من المربين، وعلشان كده بتسبب بعض الوفيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال، وزي ما اتعودنا دايمًا نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولًا كده من الطبيعي إن إحنا بنغيّر العلف، أول ما بنجيب الفراخ بنحط لهم علف 23%، هو بالمعنى الأصح بروتين 23%. بعد 17 يوم أو 18 يوم أو بعد الفراخ ما بتتم عندنا 700 جرام، بنبتدي نغيّر العلف هنا من بادي لنامي ل21% بروتين، يعني بعد ما كنا بنحط لهم علف 23% بروتين ابتدينا نحط علف 21% بروتين. معظم الناس مننا بتغيّر العلف على طول مرّة واحدة كده من 23 ل21. هنا دي المشكلة وهنا الغلطة. الفراخ هنا بتحس بنسبة تغيير في العلف. أولًا الفراخ بتقل في الأكل في اللحظة دي أو في الفترة دي الفراخ بتقل في الأكل. ثانيًا البروتين بينزل مرّة واحدة من 23 ل21. طيب هنجيب علف 22، للأسف ما فيش علف 22. المشكلة دي حلها بسيط. هنخلي آخر كمية علف وليكن حسب الكمية اللي مطلوبة عندك هتخلي آخر كمية علف تكون تكفيهم لمدة يومين. وهتاخد علف، هتجيب علف من اللي هو ال21% لمدة برضه يومين، يكفيهم يومين حسب النسبة اللي عند حضرتك، 100 فرخة 10 فرخات 1000 حسب النسبة اللي عند حضرتك. هتاخد علف يكمل معاهم يومين، علف 21% وعلف 23%، تخلطهم ببعض. أصبحنا أنت عندك علف هنا بيكمل يومين وهنا بيكمل يومين. لما نخلطهم على بعض كده احنا كده في علف لمدة 4 أيام. هتخلطهم مع بعض كويس وتحط لهم العلف ده. العلف ده هيكفيهم 4 أيام، العلف ده هيبقى كده عبارة عن علف 22% أنت عملته بإيدك. بعد ما ياخدوا العلف او بعد ما ياكلوا العلف اللي هو ال 22% اللي انت عملته على ايدك، بعدها هتحط العلف العادي بتاعك التمام اللي انت جايبه اللي هو 21%. كده انت بالتالي ما اثرتش على الفراخ او ما ضرتش الفراخ بتاعتك وما غيرتلهمش العلف مره واحده. حاجه تاني كمان مهمه لازم نعملها، هنلاحظ الفرشه لو الفرشه ابتدت تتبهدل او بقت مبلله او الفرشه فيها تعبانه، ما ينفعش نشيل الفرشه، عشان كده احنا بنهيج البكتيريا. هنضطر نضيف على الفرشه فرشه تاني، يعني هنضيف لو انت عاملها نشاره او تبنه حسب ما حضرتك عامل فرشه هتزود الفرشه تاني. كانت الفرشه سليمه وتمام 100% ما فيش مشكله. ولكن لو سليمه برضو يستحسن انك تحط جير اللي هو الجير المطفي او بالمعنى الصح بودره البلاط، علشان لو في بكتيريا نشطه او بكتيريا عاليه بالتالي هتقتلها. كمان في وقت تغيير العلف اللي هو من 23% يعتبر كده ل 22%، في الوقت ده لازم تحط مضاد سموم وغسيل كلوي لمدة 48 ساعة. لو انت بتحط أدوية او انت ماشي حسب ما حضرتك ماشي بالنظام اللي ماشي بيه سواء كان أدوية او أعشاب، هتوقف الكلام ده كله وهتبتدي تحط غسيل كلوي ومضاد سموم. دول لازم تحطهم لمدة 48 ساعة، تدوم دول على مدة 48 ساعة علشان ينظف الكبد عندهم وينظف الكلى طبعا، علشان بيبقى الكبد عليه نسبة دهون عالية ونسبة سموم، فبالتالي ممكن يحصل عندك وفيات. لو مشيت على الخطوات دي ان شاء الله ربنا يكرمك والدورة هتتم معاك بإذن الله وعلى خير. ويمكن هي دي أصعب المشاكل اللي بتحصل أو أكتر نسبة وفيات بتحصل هي في وقت يعني في وقت تغيير العلف، يمكن هو ده اللي بيسبب معانا نسبة الوفيات، والناس بتبقى هتتجنن مش عارفة تقول لك أنا ماشي على علاج بالظبط إيه اللي حصل. يمكن هي دي أهم الأسباب اللي بتسبب عندها نسبة الوفيات. وده كان فيديو النهارده، لو يا ريت لو عجب حضرتك الفيديو ما تنساناش بالاشتراك لو مش مشترك في القناة وفعل زر الجرس. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.